مرة واحد دخل على مراته لقاها قاعدة بتعيط، قالها مالك؟ فوهي بتعيط راحت قالت له اصل وانا بغير هدومي العصافير بتبص عليا فانا خايفه ان ربنا يكون غضبان عليا. استغرب جدا من السبب وحضنها وراح جاب فاس وقطع الشجره. بعد باسبوع دخل عليها لقاها مع راجل تاني وبتخونه، ما عملش اي حاجه، لما حاجته كلها وساب البيت. لقى الناس متجمعه عند قصر الملك فسالهم هو ايه المشكله، فقالوا له ده الصندوق بتاع مجوهرات الملك اتسرق. فلا راجل غلبان قوي ماشي في الشارع وشكش على طراطيف رجله، فقالهم هو ماشي كده ليه؟ قالوا له الشيخ ده معروف ان هو بيمشي على طراطيف رجله عشان بيخاف يموت النمل اللي في الارض عشان حرام ما يموتش حد. فراح قال لهم طب هو ده اللي سرق الصندوق. فراح للملك قال له انا عارف مين اللي سرق ولو انا كذاب اقطع راسي. الناس جابت الشيخ وفعلا طلع هو اللي سرق. فالملك جاب الراجل وسأله عرفت ازاي؟ راح قال له كل ما الاحتياط يبقى مبالغ فيه والبني ادم والناس والحاجات مبالغ فيها ما بيكون هم بس بيداروا على حاجه او فضيحه او حاجه وحشه او كارثه او عيب او نيدز او كل حاجه مش موجوده عندهم. تكر قوي من الناس المبالغ فيها، اللي بتتكلم على نفسها بس، اللي بتتكلم على انجازاتها بس، اللي بتتكلم بفظاعه وفشخره. الناس اللي بتبالغ قوي في الكلام والناس اصلا المبالغ فيها.